السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أخباركم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. معاكم مستر محمد رجب مدرس العلوم من منصة تعلم. النهارده بإذن الله هنشتغل مع بعض الجزء الثاني عندنا من درس تكوين المعادن والتربة. الجزء الأولاني اتكلمنا فيه خلاص على المعادن، عرفنا يعني إيه معدن، الخواص اللي بتميز المعادن، إيه خواص اللي كمان اللي بتخليني أميز كل معدن عن الآخر. في الجزء الثاني بقى النهارده إن شاء الله الأسبوع 16 اخر جزء شرح هينزل لحضرتك ان شاء الله من الحصه الجايه، هيبدا ينزل لحضرتك المراجعات. هنبدا بقى نتكلم النهارده على نشاه المعادن، ازاي المعادن اصلا في الطبيعه عندنا بتتكون. طب تعالوا نشوف الاول كده. اول حاجه هنتكلم على نشاه المعادن لوحدها، وبعد كده نتكلم على نشاه التربه. فيقول لك ان المعادن بتنشا في الطبيعه من عده مصادر. زي ايه؟ قال لك اول حاجه نتيجه تسلط صهير البركان او صهير البراكين. تاني حاجه نتيجه تبلور محاليل فوهات المياه الحاره. ايه مثل الحاجات اللي انت بتقولها دي؟ تعالى اول حاجه كده نشوف اول جزء، تكوين المعدن او نشاه المعدن نتيجه تسلط صهير البراكين. هقولها لكم بشكل بلدي كده سريع، وبعد كده نبدا نشوفها مع بعض من الشرح بتاعنا. كلمه تسلط معناها تصلب، ان الماده اللي عندي تبدا انها تتصلب. طب بتتصلب ازاي؟ قال لك نتيجه تسلط او نتيجه تسلط صهير البراكين. يعني ايه؟ مش احنا عارفين ان البراكين دي لما بتنفجر بيبدا يطلع منها لافا كده. طب اللافا دي كان اسمها ايه؟ كنا واخدينها المره اللي فاتت، كنا واخدينها السنه اللي فاتت، كان اسمها صهير، الصهير بتاع البركان. حتى لو انتوا فاكرين كان عندي حاجتين، كان عندي حاجه اسمها ماجما وحاجه اسمها لافا. الماجما دي اللي كانت موجوده فين؟ اللي كانت موجوده في باطن الارض. اللافا اللي هي كانت بتطلع من البركان وتبدا ان هي تطلع لك على سطح الارض. فاللافا دي هي اللي بتطلع بنقول عليها صهير. نتيجه بقى تسلط الصهير ده، لما الصهير ده يبدا ان هو يطلع على سطح الارض ويبدا يبرد ويتجمد، يبدا يكون لك مين؟ المعادن. طب ليه يا مستر؟ لان هو لما هيبرد هيكون ايه؟ هيكون صخر، والصخر ده هيبقى فيه او مختزن جواه معادن. طب تعالوا بقى نشوف الموضوع ده واحده واحده. فقال لك ان معظم المعادن اللي بتكون قشره ارضيه تكونت نتيجه تسلط الصهير اللي هو الماجما عند انخفاض درجه حرارته. يعني الماجما دي لما بدات تتجمد، او اللافا لما بدات تتجمد، بدات ان هي تكون لي المعادن اللي موجوده على سطح الارض، حيث يتحول من الحاله السائله الى الحاله الصلبه. عشان كده قلت لكم ايه معنى كلمه تسلط؟ اللي هو تصلب، ان هو يتحول الماده اللي عندي بدل ما هي على هيئه صهير، بدل ما هي ماده لزجه زي ما احنا كنا واخدين خواصها ماده لزجه درجه حرارتها مرتفعه، لا هتبدا تبرد وتتحول بدل ما هي في الحاله السائله تتحول للحاله الصلبه. وقال لك ان المعادن المتكونه من تسلط الصهير بتختلف على حسب تركيبها الكيميائي. طب بتختلف لايه؟ قال لك بتختلف او بتتنوع لنوعين: الصهاره الغنيه بالسيليكا، وفي صهاره غنيه بالمغنيسيوم والحديد. ايه السيليكا ده مستر؟ السيليكا ده اللي هو سيليكون، سيليكون وكالسيوم الاثنين مع بعض بقول عليها سيليكا. تمام؟ يبقى في صهاره بتبقى غنيه بالسيليكا، غنيه بالسيليكون والكالسيوم، وفي صهاره ثانيه بتبقى غنيه بالمغنيسيوم والحديد. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طبعا الكلام ده ان شاء الله لما تدرسوا جيولوجيا في ثالثه ثانوي هتبقوا تعرفوا الموضوع ده. ان كلمه صهاره غنيه بالسيليكا ده بيبقى على حسب المكان اللي بردت فيه، وعلى حسب الماده اللي عندي بردت عن درجه حراره كام. يعني مثلا الحاجات اللي بتبقى غنيه بالمغنيسيوم والحديد دي بتبقى موجوده او بتتكون في درجات حراره عاليه جدا. يعني ايه في درجات حراره عاليه جدا؟ يعني بتتكون في باطن الارض، بتتكون في مناطق منخفضه شويه او مناطق تحت على اعماق عاليه. طب بالنسبه بقى للصهاره الغنيه بالسيليكا، قال لك لا، الصهاره الغنيه بالسيليكا بتتكون على اعماق اقل شويه، يعني بتكون قريبه من سطح الارض عشان هي بتبرد عن درجه حراره منخفضه شويه. تمام؟ فكل ماده منهم بصنفها على حسب درجه الحراره اللي بتتجمد عندها. بس ده مش موضوعنا، انا عاوز اعرف كده ان لو انا هصنف الصهار او الصهير اللي بيتكون عندي، ممكن يبقى عندي صهاره غنيه بالسيليكا وصهاره غنيه بالمغنيسيوم والحديد. طب الغنيه بالسيليكا دي قال لك دي بتكون عند تسلطها صخر زي صخر او معدن زي معدن المايكا ومعدن زي معدن الكوارتز. المايكا ده اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه، اللي قلنا ان هو ماده شبه ايه؟ كنا بنقول ان هو معدن شبه شفاف. طب الكوارتز زي اللي قلت لكم عليه ان في منه شفاف وفي منه ايه؟ في منه وردي وفي منه بنفسجي. فالاثنين دول من المعادن اللي بتكون غنيه بالسيليكا. اتفقنا كده؟ يعني ايه غنيه بالسيليكا؟ يعني فيها سيليكون وفيها كالسيوم. تعالى بقى نشوف الصهاره الغنيه بالمغنيسيوم والحديد. قال لك دي بتكون بنسبه مرتفعه او بتكون بنسبه مرتفعه نسبيا عند تسلطها. بتكون معادن ايه؟ قال لك بتكون معادن الاوليفين ومعدن البيروكسين. يبقى انا عندي كده معدنين، المعدنين دول بيكونوا غنيين جدا بعنصري المغنيسيوم والحديد، اللي هم مين ومين؟ اللي هم معدن الاوليفين ومعدن البيروكسين. يبقى تاني نعيد تاني مره واثنين وثلاثه. انا عندي لما بتطلع الصهاره اللي هي الماجما او اللافا، لما بتطلع وهي طالعه كده في طريقها لسطح الارض تبدا ان هي تبرد.
طب لما تبرد هتبدا ان هي تكون معادن، لان هي اصلا من الاساس كانت عباره عن معادن، لكن معادن منصهره في باطن الارض. طب بس معلش، هو ايه اللي مخليها سايحه كده؟ نتيجه الضغط والارتفاع في درجه الحراره، وهي موجوده في باطن الارض بتتعرض لضغط عالي ودرجه حراره عاليه، فبتفضل محتفظه بالحاله السائله بتاعتها. اول ما تبدا تطلع على سطح الارض اثناء صعودها بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تبرد. عشان كده قلت لكم من شويه، قلت لكم مثلا الصوره الغنيه بالمغنيسيوم والحديد دي بتبرد عن درجات حراره مرتفعه، فبتبدا بتبرد بدري وهي لسه تحت، لسه ما طلعتش لفوق، فهي بتبرد اصلا عن درجات حراره مرتفعه عن 700، فهي تحت اصلا درجه الحراره 700، فهي بتبرد عن درجات حراره مرتفعه. فطول ما انا طالع درجات الحراره عماله تقل تقل تقل، وطول ما درجه الحراره بتقل عمال عندك يبرد، الصوره دي تبرد وتكون معادن، تبرد وتكون معادن، تبرد وتكون معادن. ففي البدايه زي ما قلت لك هتلاقي بيتكون عندك معادن زي المعادن اللي بتبقى غنيه بالكالسيوم او اسف بالمغنيسيوم والحديد. زي مين ومين؟ قال لك عندك معدنين، عندك معدن اسمه الاوليفين ومعدن اسمه البيروكسين. يبقى انا كده عندي معدنين بيتكونوا او بيكونوا غنيين بالمغنيسيوم والحديد، اوليفين وبيروكسين. طب بعد ما اطلع لسطح الارض قال لك هيبقى عندك صهاره غنيه بالسيليكا، دي هتكون برده معدنين زي مين ومين؟ زي المايكا اللي هو قلنا معدن يعتبر غير شفاف، وزي معدن الكوارتز اللي هو يعتبر معدن ايه؟ معدن شفاف، اسف المايكا اللي هو معدن شبه شفاف. يبقى عندك المايكا معدن شبه شفاف، وعندك الكوارتز معدن شفاف، دول كده معدنين، المعدنين غنيين بمين؟ بالسيليكا. يبقى كده عرفنا ان انا عندي لما الماجما اللي عندي بتطلع على سطح الارض اثناء صعودها بتبدا تبرد فتكون معادن زي مين؟ زي المايكا والكوارتز غنيين بالسيليكا، والاوليفين وبيروكسين غنيين بالمغنيسيوم والحديد. تاني طريقه بقى لتكوين المعادن قال لك بتنتج من تبلور محاليل الفوهات المائيه الحاره. طب معلش تعالوا نفتكر كده مع بعض اصلا يعني ايه كلمه محلول؟ كنت اقول لك كلمه محلول ده هو خليط متجانس من مذيب ومذاب. يعني ايه خليط متجانس من مذيب ومذاب؟ يعني مثلا لما ادوب شويه سكر في ميه ده اسمه ايه؟ ده اسمه محلول. ليه اسمه محلول؟ لان هو بيبقى خليط متجانس. يعني ايه خليط متجانس؟ يعني ما تقدرش تميز مكوناته بالعين المجرده، مجرد ما تمسك كوبايه الميه كده وهي دايب فيها السكر لا تقدر تميز الميه ولا تقدر تميز السكر، الاثنين مخلوطين في بعض، فعشان كده سميته ايه؟ خليط متجانس من مذيب ومذاب. مين المذيب؟ اللي هو الميه، مين المذاب؟ السكر. فده كده تعريف كلمه محلول. فقال لك ان في معادن عندي بتتكون نتيجه تبلور المحاليل. يعني ايه تبلور المحاليل؟ يعني تلاقي المحاليل الماده اللي مذابه فيها او الماده اللي بتكون بقول عليها مذاب جوه المحلول بتبدا ان هي تتبلور، بتبدا ان هي تنشف، فتبدا ان هي تكون لي المعدن. طب مثلا معلش هو ده بيحصل ازاي؟ تعالوا كده الاول نتعرف اصلا على انواع المحاليل عشان نعرف اصلا ازاي بيحصل عمليه التبلور دي. احنا عرفنا كده الاول ان المحلول هو خليط متجانس من مذيب ومذاب، وقال لك ان الميه هي اشهر واهم مذيب، اكتر حاجه او اكتر ماده عندي بيتذاب فيها حاجات هو مين؟ هو الماء. تعالوا نشوف انواع المحاليل. قال لك المحاليل عندي 3 انواع: محلول غير مشبع، محلول مشبع، محلول فوق المشبع. ايه المحلول الغير مشبع ده؟ قال لك ده هو المحلول الذي يتقبل المزيد من الماده المذابه عند نفس درجه الحراره. يعني ايه يا مستر؟ يعني يبقى عند حضرتك كوبايه شاي، حطيت في كوبايه الشاي دي معلقه سكر ورحت مقلب، ده كده مثلا اسمه ايه؟ ده كده اسمه محلول غير مشبع، لان هو لسه هيتقبل المزيد من الماده المذابه، يعني انت لسه هتقدر تحط فيه سكر تاني. طب رحت حاطط معلقه ثانيه وقلبت، دابت برضه يا مستر، يبقى لسه محلول غير مشبع. طب حطيت معلقه ثالثه ودابت، يبقى لسه محلول غير مشبع. طب حطيت معلقه رابعه لسه غير مشبع. طب حطيت معلقه خامسه ولقيته واقف. قال لك اول ما خلاص تبدا تقلب وتلاقيها مش عاوزه تقبل ان هي تقلب عند نفس درجه الحراره بيتحول لمحلول ايه؟ مشبع. يقول لك المحلول المشبع ده هو المحلول الذي لا يتقبل المزيد من ايه؟ المزيد من الماده المذابه عند نفس درجه الحراره. يبقى تاني، يبقى انا بجيب شويه شاي سخنين، دي كده درجه الحراره اللي عندي، ولنفترض مثلا درجه حراره 50 او 60، ورحت حاطط فيهم سكر. طول ما انا بحط سكر وبقلب هو لسه عاوز سكر، لسه بيدوب سكر، فده كده اسمه محلول مشبع، لان هو تقبل المزيد من الماده المذابه لما انا زودت في سكر وانا لسه عند نفس درجه الحراره. طب المحلول المشبع ده لا يتقبل، خلاص انا حطيت المعلقه الخامسه وجيت احط تاني لقيت السكر ما بيدوبش، فده سميته ايه؟ محلول مشبع، لان هو خلاص هو اتملى سكر، فده محلول مش هيتقبل المزيد من الماده المذابه عند نفس درجه الحراره. تعالى بقى للمحلول الفوق مشبع. قال لك هو المحلول الذي يتقبل المزيد من الماده المذابه. ايه ده مستر؟ ايه الفرق ما بينه وما بين الغير مشبع؟ اسمع بقى، يقول لك عند رفع درجه الحراره. يبقى المحلول الفوق مشبع ده هو اللي بيتقبل ان انا احط فيه مزيد من الماده المذابه، يعني ازود فيه سكر، بس امتى؟ بشرط ان انا ارفع درجه الحراره. مثلا معلش اديني مثال زي كده، مثلا ماما لما تيجي تعمل لحضرتك في البيت او تعمل لكم في البيت صينيه كنافه، فبعد ما تعمل صينيه الكنافه تقول لك انا هعمل شويه شربات عشان نسقي بيها الكنافه. طب الشربات دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ميه وسكر، ماما تقوم حاطه الميه على النار وتفضل تحط السكر. طب تيجي تدوق الشربات تلاقي الشربات طعمها ايه؟ تلاقيها طعمها مسكر. ليه؟ لان ماما بتبقى حاطه فيها سكر ياما،
طب هي ليه اصلا ماما ما بتعملش الشربات دي مثلا على البارد كده من غير ما تحطها على النار؟ لان ماما لو عملتها على البارد عمرها ما هتقبل ان هي تدوب كميه السكر اللي حضرتك بتشوفها في الشربات دي، فتلاقي ماما تعملها على النار ليه؟ عشان تحول الشربات دي لمحلول فوق مشبع، هو بيتقبل المزيد من الماده المذيبه، يعني طول ما بتحط سكر السكر هيدوب عادي. بس امتى؟ لما ارفع درجه الحراره، طول ما انا عمال بسخن في الشربات وادوب في السكر هيدوب، فده بالنسبه لي يعتبر ايه؟ محلول فوق مشبع، انا اديته كميه سكر اكتر من اللي هو محتاجها، فزي ما قلت لك تيجي تدوق تلاقيه محلي فوق الطبيعي. يبقى كده عرفنا ازاي اصلا المحاليل عندي بتتكون، وعرفنا انواع المحاليل. طب تعالوا بقى نشوف ازاي اصلا بتحصل عندي عمليه تكوين المعادن من تبلور المحاليل، احنا لسه ما عرفناش. جاب لك تجربه، التجربه دي هي اللي هتوضح لي ازاي ممكن المعدن يتكون في الطبيعه. قال لك هنجيب محلول فوق مشبع من محلول اسيتات الصوديوم، في ماده عندي كده اسمها اسيتات الصوديوم، الماده دي ممكن اجيب منها محلول فوق مشبع، يعني فيها كميه اسيتات صوديوم كتيره. الساخن لازم يكون سخن ببطء على مقدار من ملح اسيتات الصوديوم البارد، يعني انا يبقى عندي شويه ملح اسيتات صوديوم اهو اللي موجودين قدامي اللي لونهم ابيض دول، بس يكونوا باردين، واحط عليهم محلول فوق مشبع من اسيتات الصوديوم الساخن وافضيه ببطء. هلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الملح الزائد بس الزائد اللي في المحلول اللي هو خلاه فوق مشبع، الملح الزايد هيبدا يتجمع حوالين الملح البارد فيما يعرف بايه؟ قال لك هو ده اللي بيعرف بعمليه التبلور، ان انا بفصل الملح الزايد ده بفصله واخليه يتجمع على هيئه ايه؟ على هيئه ملح، فالعمليه دي بنسميها ايه؟ بنسميها تبلور، لان هيبدا يشكل لي بلورات من ملح اسيتات الصوديوم. طب يا مستر هو هيفضل التبلور ده يفضل لحد امتى؟ يعني طول ما انا بصب هيفضل يحصل التبلور ده؟ لا، هو هيفضل يتم لحد ما يتحول المحلول اللي عندي لمحلول مشبع، لان هو محلول فوق مشبع فيه كميه اسيتات صوديوم زياده، فطول ما انا بفضي على الملح البارد عمال يفصل، عمال ياخد منه ملح لحد ما يحوله لمحلول مشبع. فكلمه تبلور دي قال لك هي تشكل بلورات من المحلول فوق المشبع عند تبريده، يعني انا عندي محلول غير مشبع، محلول فوق مشبع، هبدا ان انا بردته ازاي؟ عن طريق ان انا عرضته لملح اسيتات صوديوم بارد، فهلاقي يتشكل عندي بلورات من نفس المحلول ده. يبقى كلمه تبلور هي تشكل بلورات من المحلول فوق مشبع عند ايه؟ عند تبريده. ده كده تجربه. طب معلش، ده بقى بيحصل ازاي في الطبيعه؟ تعالوا نشوف. قال لك ان ده بيحصل في الطبيعه من تبلور محاليل الفوهات المائيه الحاره، واظن كده الموضوع بقى واضح شويه. انا بيبقى عندي فوهات مائيه، الفوهات دي بيبقى فيها املاح، اول ما تتعرض الفوهات دي لحاجه بارده، لملح بارد او ميه بارده، بتبدا ان هي تتبلور. يعني ايه تبدا ان هي تتبلور؟ يعني تبدا ان هي تفضي اي ملح زايد فيها. معلش يا مستر وضح لي اكتر. تعال نشوف. اول حاجه كده تعالوا نتعرف اصلا يعني ايه فوهات مائيه حاره. قال لك الفوهات المائيه الحاره دي هي شكوك في قاع المحيطات بالقرب من المناطق اللي بتنشط فيها البراكين. يبقى هي فتحات زي اللي قدامي دي كده، الفتحات دي بتكون موجوده في قاع المحيط. قريبه منين؟ قال لك قريبه من المناطق اللي بتنشط فيها البراكين، بتندفع منها المياه الساخنه الغنيه بالمعادن نتيجه حركه الصفائح التكتونيه. يعني ايه؟ يعني بسبب الحركه بتاعت الصفائح التكتونيه وبسبب حركه الميه دي، فالميه دي بتبدا تدوب المعادن اللي موجوده في الصخور اللي حواليها، لان دي لو انتم فاكرين دي قشره محيطيه موجوده تحت الميه، فالقشره المحيطيه دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن معدن، فممكن الميه دي وهي معديه على المعادن تدوب المعادن والاملاح اللي موجوده فيها. فبقول عليها الميه بقى اللي في النص دي عشان بتبقى ميه سخنه ودايب فيها املاح، بقول عليها فوهات مائيه حاره. تاني، يبقى هي فوهات، يبقى هي شكوك في قاع المحيط موجوده قريبه من مين؟ قريبه من الاماكن اللي بتنشط فيها البراكين، يبقى هي فوهات او شكوك موجوده قريبه من المناطق اللي فيها براكين، بتطلع منها ميه سخنه، الميه دي غنيه بالمعادن. تاني وتالت ورابع، يبقى هي شكوك موجوده في قاع المحيط، مالها الشكوك دي؟ قريبه من المناطق اللي بتنشط فيها البراكين، بتطلع منها مياه ساخنه غنيه بالمعادن. طب بتكونت ازاي؟ نتيجه حركه الصفائح التكتونيه. ماشي يا مستر، بعد بقى ما تطلع انا زي ما قلت لك هي قريبه من المناطق اللي بتنشط فيها ايه؟ البراكين، بيطلع منها ميه ايه؟ سخنه. طالما ميه سخنه يعني تقدر ان هي تعمل ايه؟ تقدر ان هي تكون محلول فوق مشبع. ايوه يا مستر فعلا، ما ممكن تدوب املاح اكتر من حاجتها. الله ينور عليك. تعالوا بقى نشوف ده بيحصل ازاي. قال لك ان بتتسرب مياه المحيط من خلال الصخور المساميه الى شكوك اسفل سطح الارض. يعني الميه بتاعت المحيط ساعات بتبدا ان هي تتسرب من خلال الصخور المساميه اللي قدامي دي، وتفضل تتسرب لتحت. حلو؟ طب الميه دي لما تتسرب هتبدا ان هي تدخل وتكون الشقوق او الفوهات المائيه دي، هتبدا تسخن طبعا بسبب حراره الصهير او حراره الصهر اللي هو البركان، لدرجه تصل الى 400 درجه مئويه، اللي هي تعتبر مياه فوق ساخنه، يعني اكتر من السخنه كمان. يعني اكتر، احنا عارفين الميه اصلا بتتبخر عند 100، دي ميه فوق سخنه. تمام؟ يبقى تاني، يبقى اتسربت عند ميه المحيط
وبدات تتجمع على هيئه فوهات. الفوهات دي الميه اللي فيها بدات تسخن لدرجه حراره توصل ل 400 درجه مئويه. طبعا بسبب الحراره العاليه زي ما قلت لكم هتبقى عامله كده شبه الشربات. هتبدا تذوب المعادن المكونه للصخور المحيطه في هذه المياه مكونه محاليل فوق مشبعه، يعني غير اصلا ان هي ميه محيط يعني هي ميه مالحه، لا ده هتذوب كمان المعادن اللي هتبقى مكونه للصخور اللي حواليها، فتبدا تكون لي محاليل فوق مشبعه. ماشي يا مستر ايه المشكله؟ قال لك بعد كده هتندفع بقى المياه الفوق ساخنه دي اللي بتبقى محمله بالمعادن الى سطح الارض مره اخرى عبر الصخور المساميه، يعني هتبدا تطلع تاني من خلال الفتحات اللي موجوده في الصخور على هيئه ايه؟ على هيئه فوهات مائيه حاره. اول بقى ما تلامس الميه السخنه دي اللي هي درجه حرارتها 400 لميه المحيط البارده اللي درجه حرارتها 2 سيليزيوس، هتعمل ايه؟ هتبدا ان هي تتبلور المعادن. طب معادن زي مين؟ قال لك زي الاباتايت والكالسايت. طب معلش يا مستر هي ليه اتبلورت؟ زي ما حصل كده فوق مع معدن اسيتات الصوديوم، مش معدن اسيتات الصوديوم كان بارد وانا حطيت محلول سخن، فلما حطيت المحلول السخن على البارد بدا يعمل ايه؟ بدا زي ما تقولوا كده عمل له حاجه زي عمليه التكثف اللي احنا بنعملها للميه، بس هنا بقى مش حاله غازيه مثلا وتحول لسائله، لا ده سائله حولتها لصلبه، عملت تكثف للماده دي، بدل ما كانت درجه حرارتها عاليه جدا انا رحت عامل لها تبريد مفاجئ، فحصل لها ايه؟ بدات انها تتبلور، يعني تتجمع على هيئه بلورات، تتجمع على هيئه ايه؟ بلورات. يبقى كلمه تبلور ان انا عملت للمعدن ده او عملت للملح ده خليته يتجمع حول ملح تاني اخر. اتفقنا؟ زي مين؟ يقول لك زي الاباتايت وزي الكالسايت. ده كده الشكل بتاع المعدنين بتوعي، ده مع شكل معدن الاباتايت وده شكل معدن الكالسايت. نحل سؤالين مع بعض بسرعه. يقول لك كل الممالي من المعادن ما عدا مين؟ الكبريت، لا الكبريت معدن، الهيماتايت معدن، الاوبال ده شبه معدن، فهتبقى هي دي الاجابه بتاعت حضرتك. السؤال الثاني اذكر معدن له بريق استخدمه قدماء المصريين مع ذكر فيما يستخدم. معدن له بريق ده اللي هو مين؟ ده اللي هو بالنسبه لي الجلينه. مع ذكر فيما يستخدم قلنا بيستخدم في صنع الكحل. كده عرفنا تكوين المعدن بالطريقتين، سواء عن طريق تسلط صهاره البراكين او عن طريق ايه؟ عن طريق تبلور مياه الفوهات المائيه الحاره. نخش بقى على تكوين التربه. احنا عرفنا من شويه ان التربه من اساس تكوينها هي عمليتين، تجويه وتعريه. اسف عرفنا كمان كان واضح اكتر الحصه اللي فاتت. طب ايه هي التربه؟ قال لك التربه دي هي الطبقه السطحيه من القشره الارضيه الناتجه من تفتت الصخور وتحلل المواد العضويه. يعني ايه يا مستر؟ يعني التربه دي هي الطبقه اللي موجوده على السطح من القشره الارضيه. نتجت منين؟ قال لك جت من تفتت الصخور، ان الصخر بعد ما حصلت له عمليه تجويه وتعريه واتفتت واتنقل من مكان لاخر بدا ان هو يكون لي التربه، بس بالاضافه لمين؟ بالاضافه لتحلل المواد العضويه. يعني التربه هي طبقه موجوده على سطح القشره الارضيه عباره عن ايه؟ عباره عن صخور ومواد معدنيه. ده من الاخر كده ملخص التعريف. يبقى هي طبقه سطحيه من الارض او من القشره الارضيه. اتكونت ازاي؟ او نتجت ازاي؟ نتجت من تفتت الصخور وتحلل مواد عضويه. طبعا بتكون غنيه جدا بالدبال. ايه الدبال ده؟ قال لك هي ماده عضويه متحلله. يعني الدبال ده اصلا هو المواد العضويه بعد ما اتحللت بتكون حاجه اسمها دبال. طبعا الدبال ده بيبقى غني بالعناصر الغذائيه وبيبقى مفيد جدا للتربه وبيخلي التربه دي بقول عليها تربه خصبه. طب نشوف مكونات التربه. قال لك التربه عباره عن ايه بقى؟ عباره عن دبال اللي هو الماده العضويه اللي اتحللت، وهواء، وطين، وطمي، وحصى، ورمال، وماء. ايه ده يا مستر؟ اشمعنى الثلاث حاجات دول؟ دبال اللي هو الماده العضويه، هواء دي بتبقى غازات. حتى لو تاخدوا بالكم تلاقوا دايما في الارياف لما يجي يزرع الارض لازم يقول لك يعمل ايه؟ انا بحرس الارض. يعني ايه بيحرسها؟ يعني بيقلب التربه بتاعتها. ليه؟ عشان يدخل لها هواء، لان الهواء ده بيكون مهم جدا لتنفس الجذور. وطين وطمي وحصى ورمال دي كلها نفس الماده، كلها صخور لكن باختلاف الاحجام. يعني مثلا الطين ده اصغر ماده عندي من حيث الحجم، الطمي اكبر منه شويه، الحصى والرمال تبقى اكبر شويه. فالتربه بيبقى عندها او فيها احجام مختلفه جدا من الصخور. طبعا في كمان ايه؟ ميه، دي حاجه اساسيه بتبقى موجوده في التربه. طبعا الطمي والطين والحصى والرمال كلهم نتجوا من عمليه الايه؟ التجويه والتعريه. طب تعالوا نشوف تصنيف التربه. قال لك التربه بتصنف حسب طريقه او حسب طبيعه نشاتها لتربه منقوله وتربه محليه، واظن التعريف كده بقى واضح شويه. تربه منقوله قال لك زي معظم التربه الزراعيه المصريه المستغله بالزراعه الان تعتبر من التربه المنقوله. وطبعا بتشتمل التربه المنقوله عده انواع منها التربه النهريه. التربه النهريه دي هي المقصود بها ان هي اتنقلت بس بواسطه النهر، ده الفرق ما بين التربه المنقوله والتربه النهريه. وتعالوا نشوف. قال لك التربه المنقوله هي التربه التي تفككت في مكان ثم نقلت لمكان اخر، من اسمها منقوله، يعني تربه اتفككت في مكان او حصل لها تجويه في مكان بعد كده انتقلت لمكان ثاني. طب التربه النهريه هي التربه التي تفككت في مكان ثم نقلت لمكان اخر لكن بواسطه الانهار. يبقى الفرق ما بين التربه المنقوله والنهريه
ان هي النهريه هي التربه المنقوله لكن اتنقلت بواسطه النهر. طب امثله عندنا على التربه المنقوله النهريه، قال لك مثلا زي تربه دلتا النيل، دي اتكونت نتيجه نقل فتات صخري من هضبه الحبشه لمصر عن طريق نهر النيل عبر ملايين السنين. يبقى التربه بتاعتنا او التربه المنقوله النهريه دي جت لنا منين؟ جايه من الحبشه نتيجه نقل الفتات الصخري من هضبه الحبشه. عشان كده اقول لك ان التربه المنقوله اللي بتكون موجوده عندنا في مصر بتختلف عن الصخر اللي بتعلوه في مكانها الحالي من حيث التركيب الكيميائي. فعلا دي حقيقه ان انت لو شلت التربه دي وبدات تاخد عينه من الصخر الاصلي اللي موجود تحت التربه هتلاقي التركيب بتاعهم مختلف. ليه؟ لان التربه منقوله جايه لنا من صخر تاني اصلا، صخر كان موجود في بلد ثانيه حصلت له تجويه وتعريه بواسطه النهر وبدا ينتقل الطمي بتاعه لحد ما وصل لنا لحد ما وصل عندنا مصر، فبدا يكون طبقات 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 لحد ما كون التربه اللي موجوده عندنا، فعشان كده سميناها تربه ايه؟ منقوله. تبقى تاخد بالك كده عشان ده سؤال من اسئله الصح وغلط، ان التربه المنقوله التركيب بتاعها بيختلف عن الصخر الذي تعلوه او الصخر اللي موجوده فوقيه. طب التربه المحليه بقى، قال لك التربه المحليه دي بتشتمل على عده انواع منها التربه المتبقيه. طب ايه التربه المحليه؟ قال لك هي التربه التي تكونت في مكان وجودها الحالي. يعني هي تربه اتفتتت، يعني حصل لها ايه؟ تجويه، لكن ما حصلهاش تعريه، مش تعريه ان انا بنقلها من مكان لاخر. فالتربه المحليه هي حصل لها عمليه واحده بس اللي هي مين؟ التجويه، يعني اتفتتت وفضلت مكانها، دي التربه اللي اتكونت في مكان وجودها الحالي. من ضمنها او من ضمن انواعها التربه المتبقيه. ايه التربه المتبقيه دي؟ قال لك هي التربه اللي اتكونت نتيجه التجويه البطيئه للصخور في نفس مكانها. يبقى دي نوع تربه اتكونت نتيجه التجويه البطيئه للصخور وفضلت في مكانها، عشان كده سميناها تربه متبقيه. وقال لك ان التجويه البطيئه للصخور في نفس مكانها ده بيؤدي لتكوين التربه المعروفه بالتربه المتبقيه، وده سبب اهو كاتب لك سبب ونتيجه عشان لما يجي لك برده سؤال علل يقول لك علل ليه اصلا بيبقى في عندي تربه متبقيه؟ ده بسبب ايه؟ بسبب التجويه البطيئه للصخور. ولما يجي لك برده سؤال ما النتائج؟ اما النتائج عن التجويه البطيئه للصخور بيؤدي الى تكون تربه متبقيه اللي هي بتفضل موجوده في نفس المكان بتاعها. عشان كده تلاقي ان التربه المتبقيه بتشبه الصخر الاصلي اللي هي موجوده فوقيه في التركيب الكيميائي، لان كده كده هي نفس الصخر بس احنا عملنا له عمليه تجويه، بس كانت عمليه تجويه بطيئه، فبعد ما اتفتت الصخر فضل في مكانه ما حصلوش تعريه ولا اتنقل من مكانه. امثله طبعا للتربه المحليه المتبقيه في مصر قال لك زي تربه مريوط او تربه الواحات، وكلاهما تكون من تفتت الصخور الرمليه والجيريه، لان دي اصلا معظم الصخور اللي موجوده عندنا في مصر بتبقى صخور رمليه وصخور جيريه، فهي اللي بتكون التربه بتاعت مريوط وتربه الواحات. اللي هي طبعا التربه الرمليه اللي هي التربه الصفراء اللي انتوا عارفينها. شويه اسئله بقى، يقول لك قارن بين التربه النهريه والتربه المتبقيه من حيث التركيب الكيميائي للصخر الذي تعلوه مع ذكر مثال لكل منهما. طبعا من حيث التركيب الكيميائي هقول ان التربه النهريه بتختلف عن التركيب الكيميائي للصخر اللي تعلوه، لكن التربه المتبقيه بتلاقي ان التركيب بتاعها بيتفق. يبقى التربه النهريه بيختلف تركيبها الكيميائي، لكن التربه المتبقيه بيتفق التركيب الكيميائي للتربه المتبقيه مع تركيب الصخر اللي فوقيه، لان هي زي ما قلت لكم اسمها متبقيه فهي فضلت مكانها، فهلاقي ان تركيبها هو تركيب الصخر اللي هي موجوده فوقيه. طب مثال على التربه المنقوله زي تربه دلتا النهر. طب بالنسبه للتربه المتبقيه قال لك زي تربه مريوط وتربه الواحات. خش بقى على اخر جزئيه عندنا وهي محدوديه الموارد الغير متجدده. بدل احكي لك حكايه اقول لك مع بدايه الثوره الصناعيه في اواخر القرن ال 18 زاد استهلاك الموارد الغير متجدده، اللي هي زي ايه؟ اللي هي مثلا زي النفط، زي بنزين بقى، فحم، جاز، كل الحاجات دي تعتبر بالنسبه لي موارد غير متجدده. طبعا مع تزايد اعداد السكان وتقدم الصناعه، وده طبعا بينذر بايه؟ بخطر نضوبها. يعني ايه نضوبها؟ يعني ان ممكن الموارد دي تخلص، وعلى فكره فعلا في دراسات معموله ان ممكن كميه البترول اللي موجوده في العالم تخلص في خلال 50 سنه من دلوقتي. خاصه كمان ان هي تكوينها بياخد وقت كتير، فصعب جدا ان انت تكون غيرها. هي خلاص هي اتكونت من ملايين السنين، فالحبه اللي اتكونوا هم دول اللي احنا فضلنا عايشين عليهم من وقت استكشافهم لحد زي ما قلت لكم ممكن لحد 50 سنه قدام. بعد كده الله اعلم هنقدر نعيش ازاي او ايه مصادر الطاقه اللي احنا هنعتمد عليها. طبعا احنا عارفين ان في مصادر طاقه متجدده زي ايه؟ زي مثلا الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه المياه، بس احنا اعتمادنا عليهم بيكون قليل جدا لان هم اصلا انتاجهم من الطاقه بيكون قليل، مش زي انتاج الطاقه من مصادر الغير متجدده. وقال لك من صور بقى الموارد الغير متجدده زي المعادن والوقود الحفري. فحط لي تعريف بعد كده للموارد الغير متجدده، قال لك هي الموارد التي يمكن الحصول عليها من اغلفه الارض غير الغلاف الحيوي ولا يمكن تعويضها غير استهلاكها. يعني ايه يا مستر؟ يعني دي الموارد اللي احنا بنقدر نجيبها من اغلفه الارض، يعني بنجيبها من الغلاف الصخري او من غلاف الماء، بنقدر نجيبها من باطن الارض وما اقدرش ان انا اعوضها لما استهلكها، هي خلاص هي غير متجدده، فانا استخدمتها مش هقدر اعوضها او اقدر ان انا اكون غيرها، غير بقى لو فضلنا عايشين مليون سنه كمان.
طبعا من دراسه الشكل البياني اللي قدامي ده بيوضح لي انتاج النفط على مدار 120 سنه من دلوقتي. فقال لك ان هتلاقي عندي تزايد في انتاج النفط في الفتره ما بين عام 1970 لحد عام 2010 بمقدار 10 بليون برميل. فعلا الفتره دي من اول سنه 1970 لحد ما وصلنا ل 2010 هتلاقي ان الانتاج كان عالي جدا 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 من انتاج النفط. وهتلاقي ان معدل انتاج النفط بيقل بمرور الزمن بشكل عام، يعني مع الوقت بقى من بعد 2010 بمرور السنين اللي بعد كده لحد ما وصلنا مثلا للسنه الحاليه هتلاقي ان معدل انتاج النفط بيقل. طب ليه؟ لان هو اصلا كميه النفط اللي موجوده في باطن الارض هي كمان بدات تقل، خلاص هو ليها كميه معينه احنا استهلكناها او احنا سحبناها من باطن الارض خلاص هتختفي. فقال لك طبعا انخفاض انتاج النفط بعد عام 2010 ادى لارتفاع سعر البرميل في السوق العالمي. وتوقع طبعا في ضوء البيانات الموضحه بالشكل البياني احتماليه نزول النفط في عام 2070 لو استمر انتاجه بنفس المعدل اللي هو زي ما قلت لكم بعد حوالي 50 سنه من دلوقتي. فعشان كده يقول لك لازم عندنا ضروري نقلل معدل استنزاف الموارد الغير متجدده اللي هي زي المعادن وزي النفط. طب ليه؟ لمحدوديتها، لان هي كميتها محدوده فلازم نقلل من استنزافها، لازم نقلل من الاستخدام بتاعنا ومن الانتاج بتاعنا، نعتمد بقى بعد كده من ناحيه المعادن نعتمد على اعاده التدوير، نجيب الحاجات اللي استخدمناها قبل كده نعمل لها اعاده تدوير تاني، نبدا نصنع من المعادن القديمه تاني، ما نفضلش نستخرج في معادن لان ده زي ما قلنا هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان كل المعادن اللي موجوده على سطح الارض تبدا ان هي تختفي. وطبعا التوزيع الغير عادل للثروات الطبيعيه ده بيؤدي لنضوبها بسبب ايه؟ قال لك بسبب النشاط البشري المتزايد في مجال التعدين الوقود الحفري، ان في ناس كتيره جدا بتشتغل في المجال ده، وسيطره شركات التعدين بالدول المتقدمه على الموارد الغير متجدده بالدول الناميه من خلال اتفاقيات. يعني ايه؟ يعني في شركات اصلا بتبدا ان هي تسيطر على الموارد الغير متجدده زي النفط وتاخده من دول ناميه اللي هي بتكون الدول دي مش قادره ان هي تطلع او تستخرج النفط فبتجيب دوله ثانيه تبدا انها تتعاقد معاها ان هي يطلعوا النفط من عندهم ويبداوا ان هم اللي يتحكموا فيه. فطبعا كل الحاجات دي بتؤدي ان ممكن مصادر الطاقه دي تبدا ان هي تختفي من عندنا. اخر حاجه تعريف التعدين، قال لك كلمه تعدين دي هي استخراج الموارد الطبيعيه من باطن الارض، زي ان انا اعدل مثلا عن الفحم او كلمه تعدين عن الحديد او النحاس. فكلمه تعدين دي ان انا بجيب الموارد اللي عندي ببدا ان انا احفر واطلعها من باطن الارض، ده تعريف كلمه ايه؟ تعدين. لحد هنا نكون وصلنا لاخر جزئيه عندنا في الدرس بتاعنا. كده ده اخر جزء شرح عندنا في الاسبوع 16، اخر جزء هنوصل له. اتمنى طبعا يكون الدرس كان واضح بالنسبه لكم. اتمنى لو في اي اسئله سواء على الاسبوع اللي فات او الاسبوع ده اتمنى تبعتوا لنا. شكرا لكم، كان معكم مستر محمد رجب، مع السلامه.